كنت قاعد متضايق كده ومخنوق، فلقيتني داخل عليا بغني ومفرفش، وبصيت لي كده وقلت لي ايه الروقان ده؟ فقلت لي ما انت اللي تعب نفسك، وياما قلت لك فك ونفض واعمل الناس بمعاملتهم، واللي يقدرك قدره واللي يشوف نفسه شوفني، وبتاع مصلحته كرفله، بس ولا بتعمل حاجة. مش كفاية الظروف اللي الواحد فيها؟ ده انت. ورحت قايل لي كلمة عيب، فبرقت لي كده وزغرت لي واتضايقت، وعملت لي حركة عيب وقلت لي ما تحترم نفسك وشوف بتكلمني ازاي. وقمت وقفت لي وعملت كده كأني بفتح مطوة عليا، فقلت لي ايه ده؟ هو انا عايز ابوظني وعورني؟ كنت همسك فيا. فانا قلت لي عيب، ما يصحش كده وفي ناس هتتفرج علينا. فقلت لي اسف وسامحتني، وكنت عايز احضني بس مش هينفع. ورحت مقعدني كده وقلت لي استهدى بالله وبطل تضايق نفسك، واللي عايزه ربنا هيكون. يلا غير المود بقى والهي نفسك في حاجة بدل الكآبة دي. فقلت لي ازاي يعني؟ قلت لي العدة اللي بتجمعها بقالك فترة شغلها واعمل فيديوهات وراسي صحابك. فقلت لي اولا مفيش مكان اصور فيه، ثانيا ممكن الناس تتضايق. فقلت لي يا عم سيبك من المكان هظبطه، وبالنسبة للناس سيبهم لضميرهم. يلا قوم جهز العدة. ولحظة إدراك كده، إيه ده؟ أنا قاعد لوحدي؟ هو أنا طلعت لي بجد ولا إيه؟ ورحت حاطط إيدي كده على دماغي، قال يعني مش مستوعب اللي حصل. ورحت قايم أجهز العدة.